التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أن القطاع شرع في تخفيف مكونات المنح الجامعي، كما أوضح في ذات السياق أن النظام المعلوماتي ساهم إلى حد بعيد في الاستغناء عن الكثير من الوثائق بملف المنح الذي كان يحتوي على أكثر من 6 وثائق أساسية، كما نوه بإمكانية وضع قاعدة بيانات تحت التصرف دون اللجوء إلى استخراج الوثيقة والتمكن من سحبها إلكترونيا. قام وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني اليوم الخميس بزيارة المستثمرة الفلاحية بولاية ميلا في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص البالغ مساحتها 1091 هكتار، وتخص المستثمرات في إنتاج الحبوب والخضروات بالإضافة إلى تربية الأغنام. كما وقف الوزير على عرض مؤشرات قطاع الفلاحة والغابات بالولاية المقدم من مدير المصالح الفلاحية. صرح مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية أن مبادرة نداء الوطن جاءت لأجل وضع رؤية واضحة لمستقبل الجزائر، وأورد نزيه بن رمضان أن مبادرة تكتل نداء الوطن يقودها أشخاص لهم مصداقية. وفي سياق آخر كشف عن الشروع في إنشاء جمعية جديدة سيصل عددها إلى 5000 جمعية وطنية، مضيفا أن المجلس الأعلى للشباب سيأخذ على عاتقه مناقشة كل القضايا التي تخص الشباب الجزائري. نهاية الموجز، في أمان الله.